السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو من قناة ليلي بيوتي لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. من كان يراقب من بعيد حينها قرر العودة، عاد إلى المنافسة، عاد الأمور إلى نصابها واحتفظ. الله، أنا حقا لا أقوى على ذلك. اليونايتد لا يقوى على بداية كهذه البداية. نعم يا سادة، من في هذه اللحظات برونو، الله، من أجل إرث يسعد، من أجل تاريخ يسرد، كان لابد من التسجيل يا يونايتد، لابد من التسجيل يا يونايتد. نعم، الإرث الذي يجب أن يستعاد يا فيرغسون، والتاريخ الذي يجب أن يسرد. لدينا هنا هدف التعادل لمصلحة مانشستر يونايتد الذي بحثنا عن تسديدة تاتي. الله، غوندوغان في ليلة من الليالي التي لا تنسى، في ليلة من الليالي التي لا تنسى يا غوندوغان. ضربة ثانية من جانب إلكاي، من جانب العبقري الألماني، يسجل في هذه اللحظات بياكل جانيستي. يحاولون انهم يسجلون اول الاهداف. منقوله عرضيه عاليه، الكره بالراس، يا عيني، يا سلام يا سلام على رومانيولي، على الارتقام. بيانكو جانيستي يكسر، lays it off. It's two. Game, set and match to Lazio and Luis Alberto with the injury time goal. لوكاكو في لمسة لبروزوفيتش، ممكن تسديدة كما فعلها في مرماهم هناك في جوزيبي مياتزا. هنا يسجل في مرماهم يا زانيتي، يسجل هدف في مرمى التور. هنا في تعادل سلبي، ما زال تعادل قائم في المباراة حتى الآن، تعادل قائم حتى الآن. كرة مرة ثانية، هدف، هدف كليمون فيدال، ركنية تبعد، ولكن المرة دي اللي يسجل مين؟ اللي بيسجل كليمون فيدال. فريق أو بشكل فني آخر أن ترسل إلى زميل الخطايات. الركلة الحرة الثابتة حاضرة لرين، يا الله، بوريغايد بنجامين بوريغايد يضع رين في المقدمة الآن من حارس بالقبلة، يا الله، في الشباك، تنفيذ باقتدار من علامة الجزاء. بريست يتمكن من العودة. بنجامين، يا سلام يا سلام يا سلام، وقف بيزوت في مكانه. حارس المرمى لم يتحرك، توهان كامل. كابيلا ممتازة في اليسار، فرصة عن طريق بامبا يحاول، بامبا عنده كرة جوناثان، جول وفعلها ليل، وفعلها لفريق تروا، والتسديدة هدف لتروا، وهذا ما كان يخشى ليل. يتبابا لبراسيليان يضيع، تبقى المحاولة قائمة والكرة ترجع. هنا المتابعة بالشبكة، جول 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 جول. بوخليل يتابع، بوخليل عايز يسجل، بوخليل، واخيرا ممتاز والتعادل. هدف التعديل، يسجل بن جول، بن يبدأ في الشبكة. 1-1 يرجع موناكو، 1-1. يسدد الثاني، الهدف الثاني عن طريق الانجليزي، يسجل ريسيلي، هدف ثاني لتولوز في توقيت قاتل. ريا فالوسو يحافظ على كرة إعادة إلى لونس مرة أخرى. هنا الأول قد يأتي بكرة بمحاولة جميلة، جول، الله، أليكسي كلود موريس يضع
طريق الخروج. هنا اللمسة جول. الله الله الله. جوتيان خطيرة الكرة جول. هدف تقليص الفارق عن طريق نيونغ. من أين خرج نيونغ؟ أنا خطيرة. أوبندا تقدمت وغلا سدد جول. أخيرا أوبندا. ممتاز. هشام بوداوي تم استدعاءه في كتيبة. خطيرة جول يا بواتينغ. جيرو بواتينغ. هدية لا تهدى في أعياد الميلاد، فكيف تهدى؟ يا ديوب. جول 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 جول. جايتون لابورد. جايتون لابورد. يا رايع بوداوي. يا الله. هو هشام. هو بوداوي. هو ابن الصحراء. يجرح ويداوي. هو كرة خطيرة وتقليص الفارق. نعم، جيفينيو يقلص الفارق لأولمبيك ليوني. لودوفيك بلاس في كرة مع عبد الله بامبا. عدى بلاس. عدى بلاس خطيرة. والهدف الأول. الهدف الأول جاراغو. عمل كبير من لودوفيك بلاس. يتلاعب بدفاع أونجي. تلعب الركنية. ليونيل يمشي بيديه. فيتينيا مرفوعة داخل منطقة الجزاء بالراس. راموس. القيصر سيرخيو راموس. بذكريات نهائي الشامبيونز. بذكريات الملكي المدريدي. بذكريات الكاس الغالية العاشرة مع الملكي. هذا هو راموس في أحلى ارتقاء. واحد هنا. كيليان امبابي القائد امام عائلته يحتفل بالهدف الثاني. من هنا تحت الضغط. غلطة كبيرة. غاسيا يقلص الفارق. خطأ كبير من فيراتي. غلطة فادحة من دوناروما. خطيرة والهدف. المهدي سيفان يسجل هدف التعادل. مشاهدينا الكرام، هكذا نيدو مونشيس يمرر التسديد. جول 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 جول. الثالث عن طريق اللاعب كي. قلت لكم مشاهدينا الكرام، نادي كليرمون فوت لم يأتي للتعادل بل جاء بحثا عن الانتصار. ياردي ميكي وين العرضية بانتظار المساندة. هنا التمريرة عادت من جديد. يا سلام جول. هدف أول بأداء رائع بجملة تكتيكية رائعة لمصلحة نادي ألانيا سبور. يخطف الهدف الأول بعد تمرير عدت إلى إيدن. وين يا إيدن. جول التعادل لمصلحة نادي طرابزون عن طريق المصري محمود تريزيجيه اللي يسجل هدف رقم 11 من خلال هذا الموسم. لكن يسبحت لثالث أهدافه. هامشيك سجل الهدف الثاني لمصلحة نادي طرابزون. عادوا وبقوة في شوط المباراة الأول بعد ما كانوا متأخرين بهدف. الآن أصبح لا مرر أقرب إلى باكاسيتو. قذيفة من اليونان. صاروخ من اليونان يا كازاغور. أي هدف سجل. جول يصنع محمود تريزيجيه ويسجل ينز لارسن. أي انهيار حاضر بصف النادي ألانيا سبور. جول خامس
والتمس لمصلحة نادي طرابزون. بنبوط وشعباني، بنبوط وشعباني، بنبوط وشعباني، بنبوط وشعباني، بنبوط وشعباني ضيع حالة، سجلها بروعة، سجلها بروعة. 1-0 لنادي يونغ أفريكانس التنزاني في ملعب 5 جويلية أمام أكثر من 60,000 متفرج. بعد 7 دقائق لعب يونغ أفريكانس يفتح مجال التسجيل وتصبح النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم إرشادات لازم ناخد بالنا منها منعا ان شعرنا يتقصف ونكون احنا السبب، أو يتساقط أو يتلف بمعنى أصح. قواعد لازم تاخديها. أول حاجة إن نستخدم المشط الخشب، بس لازم يكون نوع غالي علشان خاطر يديك النتيجة اللي أنا عايزاها. نستخدم المشط الخشب بدل الفرشة، دي أول حاجة. تاني حاجة، لما نيجي نغسل شعرنا ما ينفعش إن احنا نغسل شعرنا بمية سخنة. الشعر اللي اتغسل بالمية السخنة بيتشال واحنا بنسرح، بيتسقط من الجذور بالبصيلة بتاعته. فناخد بالنا إن المية تكون فترة ما تكونش سخنة. حاجة كمان، إن احنا لما نيجي نغسل شعرنا ناخد كمية الشامبو اللي احنا نغسل بيها شعرنا وبنحطها مثلا في كوباية وبنضيف عليها مية وبنقلبها. يعني بنسبة لو احنا هناخد معلقة من الشامبو بنحط 4 معالق من المية، بنقلبه الأول وبعد كده نبدأ نغسل شعرنا بيه، لأن الشامبو للأسف مليان كيماويات وحاجات ضارة جدا، فلازم نخففه بالمية. حاجة كمان، ما ينفعش ان احنا نمشط الشعر اثناء الاستحمام. في ناس كتير عادتهم كده يسرحوا شعرهم اثناء الاستحمام، ودي من الحاجات اللي بتوقع الشعر برضو من الجذور. حاجة كمان، لما نيجي نسرح شعرنا ما ينفعش ان احنا نسرحه من قدام لحد الاطراف، لا احنا بنبدأ من تحت لفوق. ده بيسلك الشعر بسرعة، زائد ان هو كمان ما بيديناش فرصة ان الشعر يتساقط اثناء التمشيط. وزي ما قلت لكم، الحاجة اللي بأكد عليها ان لازم المشط يكون خشب.